لاعب العالم اكيد يستاهل كلمه من عماد متعب في المناسبه دي. اكيد طبعا بقول له الف مبروك، وده انجاز مش لاحمد حسن بس، ده لمصر كلها، وهو يستاهل ده، ويعني بجد يعني لعيب محترم ولعيب ملتزم، وبقول له انت علامه من علامات كره القدم المصريه، ربنا يكرمك في اللي جاي ان شاء الله. علاقه احمد حسن بلاعبي النادي الاهلي خاصه بعد رحيله نادي الزمالك شايفها ازاي؟ وخاصه البعض حاول يقلل من حجم العلاقه اللي بين احمد حسن ونجوم النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي. لا العلاقه ما اتقطعتش وما قلتش خالص، واحنا اصحاب، واحمد اخونا الكبير، يعني انتقال لاعب من نادي لنادي تاني ما بيقللش من مكانته عندنا خالص، وده نجم كبير، ما فيش حد ان شاء الله يقدر يعني يقلل من القصه دي او يفرق بيننا في القصه دي. هو في الاستوديو معانا، لو حبيت تقول له كلمه او توجه له رساله وهو موجود، عماد متعب بيقول لاحمد حسن ايه بعد الضحكه الحلوه دي؟ هو اكيد هو فاهم انا بضحك على ايه، فاقول له كفايه فضايح يعني بلاش، يعني ما تقولش انا بضحك على ايه، فلا بقول له انت منور، وبجد يعني وجودك مهم جدا، سواء مع منتخب مصر او وجودك كمان في التلفزيون دلوقتي، وكلامك ده مهم جدا للناس، وزي ما قلت هو علامه للكره المصريه. معلش سامحوني يعني تعبان شويه، لكن ما دام في الكابتن حسن موجود طبعا فقلت لازم اتكلم عنه يعني، ولو 5 دقائق. طبعا لاعب كبير طبعا، وعامل انجاز لبلده وانجاز شخصي له، واي لاعب بيحلم طبعا ان هو يبقى زي الكابتن حسن طبعا. بجد يعني شخصيه محترمه جدا، وكنت اتمنى ان هو موجود في النادي الاهلي وانا موجود يعني. بمناسبه حصوله على لقب عميد لاعبي العالم اكيد تحب تقول له كلمه في المناسبه الجميله دي. طبعا مبروك لك طبعا، وبقول لك يا رب مزيد ان شاء الله من البطولات، ومزيد من الانجازات اللي انت بتعملها، وده شرف لينا بجد يعني. اللي انت بتعمله ده شرف لينا كلنا، مش ليك انت بس. وانا يعني انا اساسا حمدي ببارك لك طبعا، واتمنى ان انا اكون زيك في الملعب باذن الله. والله كابتن احمد مش يستاهل مننا بس، يستاهل مصر كلها. كابتن احمد صقر مصر، وبقول له مبروك، وهو يستاهل يعني والله المكانه دي، ويستاهل احسن، وان شاء الله دايما كده مصر يبقى منها عميد العالم، ونتمنى نجوم العالم وهدافين العالم ان شاء الله باذن الله، ونقول له الف مبروك ويستاهلها يعني. شايف ان الشرف ده شرف لكل الشعب المصري مش لاحمد حسن؟ طبعا شرف لمصر كلها، وهو كابتن احمد يستاهلها، ان هو ما شاء الله يعني انا بحبه، اخلاقه وكل الناس بتحبه يعني، وربنا يكرمه ان شاء الله. طبعا ببارك له على اللقب، طبعا حاجه مهمه جدا ان هو كان ياخد اللقب دوت، ويمكن انا كنت من الاصوات اللي بتنادي ان احنا لازم كل المنظومه تقف جنب احمد حسن عشان ياخد اللقب دوت، لان ومش مع الاصوات اللي كانت بتقول ليه يتجامل وليه نقف جنبه ليه مش عارف ايه، الاصوات التعبان اللي كانت بتقول كده، لان ده في الاول وفي الاخر لاعب مصري، وان يبقى فيه كلمه مصر مضافه الى اسمه، دي يعني حاجه شرف لينا كلنا كلاعيبه، وهو على المستوى الشخصي يعني انسان محترم واخلاقه بتسبق لعبه، فحاجه مهمه جدا، وببارك له جدا وانا مبسوط له جدا يعني. كابتن وائل هو معانا في الاستوديو مع الكابتن مدحت شلبي، لو حبيت توجه له كلمه او توجه له سؤال تقول له ايه؟ اوجه له كلمه او سؤال؟ الكلمه طبعا ببارك له وبقول له الف مبروك، وان شاء الله يعني يعني من تألق لتألق. لو انت لسه هتلعب تاني يا ابو حميد يعني ما تزودهاش بقى، انا 29 سنه وبفرفر. لا ببارك له، ما فيش اي حاجه. السؤال بقى اللي عايز اساله له لا ما عنديش اسئله، ما عنديش اسئله. ربنا يبارك له في اولاده طبعا ويطلعوا احسن منه باذن الله، وربنا يكمل له مشواره على خير، وبعد كمان ما يقرر انه يبطل ربنا يوفقه في اي مجال هيخش فيه يعني. بقول لاحمد طبعا الف مبروك، يعني يستحقها طبعا، يستحقها بجد يعني، مش مجامله، فعلا يستحقها. تعب، الناس كلها بتاخده قدوه، اي حد عاوز يلعب كوره لازم هو يعني حاطط احمد كقدوه، عمل انجازات كتير قوي، احترف، لعب في الاهلي، عمل بطولات، راح الزمالك، دلوقتي ما شاء الله الامور اتغيرت، ساهم مع المنتخب في عديد من البطولات، وصل ان هو يبقى عميد لاعبي العالم، كل ده بالجهد مش بالكلام. او فاحمد انا عن نفسي برجع له في حياتي في مواقف كتير جدا، في حاجات في مستقبلي، فبقول له الف مبروك، ويا رب ان شاء الله تبقى بدايه خير عليه، وسواء مع نادي الزمالك، طبعا ما اتمناش ان نادي الزمالك ياخد بطوله يعني عشان الاهلي،
لكن اتمنى له التوفيق ان شاء الله، واتمنى التوفيق مع المنتخب. محمد البعض قال ان علاقه كابتن احمد حسن بلاعبي النادي الاهلي اتغيرت بعد لا نادي الزمالك. علاقه ممتازه جدا. انا عن نفسي بكلمه وابو تريكه والجمعه كلنا بنكلمه. احمد زي ما بقول لك اخ، يعني مش عايز اكبره، بس احمد ده انا بالنسبه لي زي اخويا الكبير، فبساله وعلاقه محترمه جدا. كابتن احمد حسن ده قيمه كبيره لينا كلنا كعميد لاعبي العالم. طبعا يبقى شرف لنا كلنا ان واحد مصري يبقى عميد لاعبي العالم. طبعا كابتن احمد اجتهد كتير وتعب كتير في مشواره الكروي، وطبعا هو يستحقها. طبعا مخلص جدا في الملعب وراجل بيحب الكوره جدا، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن بالنسبه له ان شاء الله. العلاقه بقى بينكم وبين كابتن احمد حسن، الناس قالت ان احمد حسن مشي من الزمالك علاقته انقطعت بلاعبي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. بصراحه العلاقه شكلها عامل ازاي، وهل في اي تاثير في علاقه احمد حسن بلاعبي النادي الاهلي؟ لا خالص. انا يمكن كابتن احمد احنا بنخرج مع بعض على طول وبنتقابل على طول. هو كابتن احمد طول عمره كده، يعني بيعتبرنا كلنا اخواته صغيرين. يمكن انا بقابله على طول، وهو شخصيه محترمه جدا بغض النظر هو مش موجود معانا في الفرقه او في حته تاني. العلاقات الشخصيه دي بره الكوره خالص. من يعني يمكن الناس المحترمه جدا عرفتها في حياتي. دمه خفيف وعسل كده، بس هو بقى مشكلته في حاجه. ايوه، زاني نفسه في البلاي ستيشن شويه. مين بيكسب التاني بصراحه؟ لا ما فيش بقى، يعني هو صراحه هو عميد في الكوره، انا عميد في البلاي ستيشن. يعني على ضمانتك بتكسب الكابتن احمد؟ يعني يطلع ممكن نلعب ماتش على الهوا في مودرن سبورت قدام ال 80 مليون، نلعب ماتش واوريه واسيب له 2 كمان. بتخرجوا تروحوا فين بقى؟ ولا ده اسرار؟ لا عادي، انا عادي يعني. اغلبيه الوقت بنتقابل عنده في المكتب عشان بنقعد نلعب بلاي ستيشن كتير، وما بيحرمش برضه يعني. بيلعب بمين هو؟ دايما بيختار مين؟ اي فرقه جامده. برشلونه؟ انا ما هو بيلعب برشلونه ممكن العبه ببلديه المحله، مش مشكله. بكسبه برضه. حبيت تقول له كلمه وهو معانا احمد في الاستوديو، تقول له ايه؟ اقول له طبعا ان شاء الله يا كابتن ربنا يوفقك طبعا في مشوارك القادم مع المنتخب ان شاء الله، وتكمل في المنتخب، لان انت طبعا قيمه كبيره لمنتخب مصر، ووجودك في الملعب بيدي حافز للعيبه. طبعا لما يكون معاهم نجم كبير زي الكابتن احمد حسن بيدي حافز ليهم طبعا. افتقدتوه في الاهلي يا احمد بصراحه، او افتقدتوا لاعب بحجم احمد حسن في النادي الاهلي؟ طبعا يمكن الكابتن احمد حسن زي ما قلت لحضرتك هو قيمه كبيره في الملعب طبعا، لكن هي دي طبعا سنه الحياه طبعا. لكن هو يعني هو عامل اداء كويس مع الزمالك وطفره مع نادي الزمالك. ربنا يكرمه ان شاء الله في مشواره ويوفقه سواء مع النادي او مع المنتخب ان شاء الله. سعيد طبعا بعمادة احمد حسن لاعب الكوره وفي العالم، ودي شرف لمصر طبعا قبل ما يكون شرف لاحمد حسن، واتمنى له التوفيق والاستمراريه ان شاء الله في الملعب. ايه اللي تحب تقوله لاحمد كابتن احمد حسن بمناسبه الفوز باللقب ده، وخاصه ان كابتن احمد نموذج للاعبي كره القدم المصريه والعربيه مش بس المصريه؟ اكيد طبعا احمد بسلوكه والتزامه واحترامه للمهنه اللي هو بيأديها، ووصل طبعا للمكانه دي. فاحمد يعني ما شاء الله نموذج للاعب المحترم والمحترف. اكيد هو نموذج زي ما بقول لك للشباب اللي بادئ حياته في الكوره لسه وعايز ياخد قدوه، فاتمنى له النجاح دايما ان شاء الله في حياته في الكوره وبعد الكوره كمان ان شاء الله. علاقه لاعبي النادي الاهلي بالصقر او بالعميد احمد حسن رغم انتقاله لنادي الزمالك، البعض قال ان العلاقه فيها توتر، البعض قال ان في خلافات. يمكن كان قيل ان في خلاف بين احمد حسن واحمد فتحي، واللي صار اصلح بينهم وائل جمعه. عايزين نعرف صحه الكلام ده، وايه اللي تقوله للناس اللي بتشكك في علاقه احمد حسن بلاعبي النادي الاهلي؟ والله احنا تعبنا من الكلام اللي بيتقال ده، ومعنى ان في لعيب من الاهلي راح الزمالك يبقى في مشكله او في حاجه حصلت بينا خالص. العلاقه بينا وعامه من قبل الصقر ما يروح الزمالك احنا العلاقه بينا وبين لعيبه الزمالك كويسه جدا، كلنا يعني زمايل في الاخر في المنتخب مع بعض، وبره المنتخب في ناس يعني اصدقاء على المستوى الشخصي بيتقابلوا بره فالموضوع ملوش علاقه خالص. يمكن حماس وحب النادي ده عند الجمهور بس، انما كلاعيبه يعني حياتنا مع بعض مختلفه خالص طبعا عن الحياه اللي هي بتاعت الجمهور والتعصب للنادي والكلام ده. فاكيد الكلام اللي انت بتقوله ما فيش يعني، واللي الناس بتقوله ده ما فيش حاجه منه خالص طبعا، وكلام غير صحيح. بقول له الف مبروك، وده شرف يعني ليا ولكل اللعيبه المصريين، وحاجه زودتنا كلنا، وان شاء الله اتمنى له المزيد احسن. وكابتن احمد حسن ده شخصيه نفذ شخصيه زي العسل يعني، وان شاء الله ياخد احسن من كده بكتير. علاقه احمد حسن او الكابتن احمد حسن بشباب النادي الاهلي في فتره تواجده في النادي الاهلي كانت ازاي، وكان بيتعامل معاكم ازاي؟ والله يعني رغم هو في نادي الزمالك يعني عمره ما انسى الموقف اللي هو اتصل بيا وانا عندي عمليه وبعت لي دعوه ان انا اسافر اسبانيا
فدي حاجه يعني انا مش مصدقها من كابتن احمد حسن يعني، وحاجه مش غريبه عليه ان هو يقف جنب اي لعيب في مصر ده. بيعملكم ازاي في النادي الاهلي؟ بيعملنا ككونة كبير يعني، مش اللي هو كابتن احمد حسن، بيعملنا ككونة كبير وبيساعدنا جدا يعني. قول له ايه بقى، هو معانا في مساء الانوار مع الكابتن مدحت شلبي، ضيف على كل الجماهير المصريه اللي اكيد سعيده وفخوره بانجاز الكابتن احمد حسن. بقول له الف مبروك يا كابتن، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ويا رب كده تبقى دايما مشرف مصر. شرف كبير لاي لعيب اللي هو ياخد الانجاز دوت. بتمنى له التوفيق طبعا، وان شاء الله يعدي الماتشات بمراحل وربنا يكرمه. انا شخصيا بحبه جدا، لعيب من اللعيبه المجتهدين جدا، اللي على طول مركز في الملعب ما شاء الله. كمان اخر فتره في بطوله افريقيا 2010 كان احسن لعيب، 2012 كان احسن لعيب. انا شايف اللي هو اجتهد كتير ويستحق دوت يعني. احمد، العلاقه بين الكابتن احمد حسن ولاعيبه النادي الاهلي، عايزين نعرف العلاقه ماشيه ازاي، وخاصه بعد انتقال العميد لصف نادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الاهلي. لا العلاقه خالص زي ما هي، ما اتقطعتش خالص. على طول هو بيعزمنا في اي حاجه ليه، واحنا نفس الموضوع بنشوفه على طول، على طول بنتكلم في التليفون، ما فيش حاجه خالص. كلنا بنحبه هنا وهو بيحبنا بس يعني. لو حبيت تقول له كلمه بمناسبه فوزه بلقب عميد لاعبي العالم من احمد فتحي للعميد احمد حسن، هتقول له ايه؟ هقول له طبعا الف مبروك وربنا يكرمك ويحافظ على دوت على طول. يعني كابتن احمد حسن وما شاء الله عليه في انجازاته وفي تاريخه، هو اكبر من ان احنا نتكلم عليه يعني. فكابتن احمد حسن بتاريخ انجازاته السابقه وقدرته على العطاء، لان هو ما شاء الله عليه ده مثل لاي حد، وده اي حد صغير لازم يبقى، ولينا احنا برضه يعني. ده دايما بناخده كابتن احمد حسن مثل لينا كلنا، وده فعلا مثل للاعب المحترف، اللاعب المحترم، القدوه، مثل لينا كلنا لاي لعيب مصري. شريف، البعض شكك في وجود كابتن احمد حسن ضمن صفوف المنتخب الوطني، البعض قال لك ده مجامله عشان ياخد عميد لاعبي العالم، لكن دايما احمد حسن بيثبت في الملعب ان هو اكبر من اي مجامله، واكيد رد على كل المشككين من خلال ادائه، خاصه في الدقائق القليله اللي لعبها في مباراه البرازيل. ده حقيقي، اذا كانت مباراه البرازيل او من ساعه ما انتقل لنادي الزمالك كمان، طبعا فرق كتير جدا مع نادي الزمالك بمستواه بمجهوده بعطائه، وده فرق مع الفريق بشكل عام. فريق الزمالك بقى ليه رونق خاص، بقى ليه عناصر اساسيه قويه وهو اهم عنصر فيها. ده كله كابتن احمد حسن متفوق فيه على اي حد، مش مستني من حد ان هو يجامله او يقول ده رايح مجامله او رايح عشان تكريم. بالعكس، كابتن احمد حسن رايح بمجهوده جدا، وكابتن احمد حسن كمان يعني طبعا دي وجهه نظر الجهاز الفني للمنتخب ان هو ما يبداش بالمباراه، بس انا كنت شايف ان هو يبدا المباراه يعني. علاقه الكابتن احمد حسن بلاعبي النادي الاهلي اثناء وجوده في النادي الاهلي كانت ازاي؟ احمد ده اخ كبير لينا كلنا، وقدوه زي ما قلت لك، ومثل لينا، وفي نفس الوقت صديق لينا يعني. ما تحسش ان هو ولا كبير ولا صغير، بالعكس كلنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فكابتن احمد حسن ربنا يبارك له، وان شاء الله يفضل زي ما هو، ودايما يفضل في الملعب عشان يدينا حتى هو في الزمالك. لا حتى الزمالك ملهاش دعوه دي خالص، بالعكس ده هو زي ما قلت لك اخ كبير وصديق لينا، واحنا كلنا اصلا بره الملعب اخوات واصدقاء. نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وامير القلوب محمد ابو تريكه، كابتن محمد في البدايه مرحب بيك في موديل سبورت، ودي من المرات القليله جدا اللي بتتكلم معانا، لكن اكيد وجود الكابتن احمد حسن اكيد علاقه حب وعلاقه خاصه بينك وبين الكابتن احمد حسن. في البدايه تقول له ايه بعد فوزه بلقب عميد لاعبي العالم؟ اقول له طبعا مبروك، واحمد يستاهل كل خير، وانا في دلوقتي نفس الوقت ده شرف مش لاحمد بس، ده شرف لمصر. احمد من الناس اللي انا بحبها جدا وتعلمت منه كتير، وهو زي ما بقول عنده صفه القياده، ودي قليله جدا ما بتلاقيها في لعيبه كتير. احمد عنده روح طموحه وروح عنده اصرار، في نفس الوقت بيحاول يساعد اللي حواليه، فدي ميزه تحسب ليه احمد، واتمنى ان شاء الله ان هو يبقى الفتره الجايه تبقى احسن له ان شاء الله. علاقه خاصه بقى بينك وبين عميد لاعبي العالم امين الموهوبين وعميد لاعبي العالم، العلاقه بقى كلمنا عن علاقتك باحمد حسن سريعا وهو معانا، وبدون بقى اي مجاملات. انا عارف مدى العلاقه اللي بينك وبين العميد. لا العميد حاجه بقول لك، انا بتشرف ان انا لعبت جنب احمد حسن، ولعبت مع احمد حسن وتزامنت مع احمد حسن. انا اتعاملت مع احمد حسن في بدايه مشوار الدولي،
اتعاملت مع احمد حسن بعد فتره، هو الشخص وهو النصيحه، وبس بفكره ان هو يعيد الموقف بتاع 2008 اول ما رحنا غانا، اول ما دخلنا الفندق. طب ما تفكرنا بيه ونفكروا بيه. هو بقى يحكي. هو عارف كابتن محمد